السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي. طبعا ده أول امتحان رسمي السنة دي 2023 الفصل الدراسي الأول اللي هو طبعا Arabic Republic of Egypt اللي هم طبعا sons abroad أولادنا في الخارج. هسيب لكم نسخة برضو من الامتحان موجودة. المحافظات هنا طبعا في جمهورية مصر العربية لسه محدش امتحن. أي امتحان إن شاء الله هينزل هننزله في القناة على طول، واللي امتحن وحابب يراجع برضو معانا مفيش أي مشكلة. يلا كده نشوف أول سؤال، سؤال الديالوج المحادثة. أميرة is talking with Jana who wants to write a letter to her pen friend Jane. عايزة تكتب خطاب أو جواب لصديقة المراسلة. بين فريند اللي هو صديق مراسلة اللي هو حد مش من بلدي وأنا بكلمه عن طريق الرسايل بس. Could you lend me a pen؟ ممكن تديلي قلم and a piece of paper وورقة. لا sure نقط. قلت لها I am going to write a letter، أنا هكتب خطاب. قلت لها a letter وساعتها سألت لها I am going to write to my pen friend. ساعتها سألت لها she is English، هي إنجليزية. سؤال تاني she is interested in collecting stamps، بتحب تجميع الستامبس اللي هي الطوابع. قلت لها why don't you invite her to visit Egypt؟ ليه ما تعزمهاش ان هي تيجي تزورنا مصر. يلا كده نشوف بقى could you lend me a piece of paper. sure ممكن تقول لها here you are اتفضلي. وممكن تقول لها you can take this paper اتفضلي الورقة ديت، وهي تقول لها I'm going to write a letter، مفيش مشكلة عادي يعني. a letter فسألتها سؤال قالت لها هكتب لصديقتي، يبقى هنقول من؟ يبقى هو، و I am ده بتحول ل are you going. who are you going to write to؟ هتكتبي لمين؟ هتقول لها طبعا لمين؟ لماي بن فريند. او ممكن اسال بهوم لان هو هنا موقع مفعول، يبقى ممكن اقول لها whom you are going to write to. not she is English يبقى where she او is she from، هي منين. هي انجليزية. وممكن اقول لها what's her nationality. يعني ايه what's her nationality؟ ايه هي جنسيتها؟ what's her nationality. عشان طبعا انجلش دي تعتبر جنسية ادق من ايه بلدها ايه، عشان ما قالتش ان هي من انجلاند من انجلترا، يبقى ممكن برضه اقول what's her nationality. طيب هنا سيدها هتلاقي she is interested in collecting stamps، مهتمة بتجميع الطوابع، يبقى what is she interested in، هي بتحب ايه. او what are her hobbies او what is her hobby، ما هي ايه هوايتها. why don't you invite her to visit Egypt؟ ليه ما تعزمهاش تيجي مصر؟ ممكن اقول لها okay او that's great idea، هذه فكرة رائعة. المحادثة بتقبل اكتر من اجابة عادي. is يكون ويب سايت موقع، was كان delivery اللي هو تسليم، bad سيء جود جيد. last month I bought a kettle from an online، طبعا ايه ويب سايت موقع على الانترنت. I waited 3 weeks for، أنا استنيت 3 أيام علشان الدليفري يوصل. when the kettle arrived it not broken، كانت مكسورة. لما طبعا arrived ده ماضي يبقى it was broken. I made a complaint، عملت شكوى to send it back and get another one. they sent me، أرسلوا لي a not cattle، أرسلوا لي إيه طبعا a good cattle واحدة جيدة. and took the broken one وخدوا المكسورة. they felt sorry تأسفوا about this mistake. I was happy because the problem was solved، أنا كنت سعيد علشان المشكلة اتحلت. بعد كده عندي سؤال comprehension، سؤال القراءة. أول حاجة هنا بيقول لي reading القراءة is a useful مفيدة an important habit يعني عادة in our modern life في حياتنا الحديثة. we read books when we are alone لما نكون لوحدنا or have free time أو وقت فراغ. a lot of people prefer watching TV بيشوفوا التلفزيون but I like reading أنا بحب القراءة because it widens my إنها توسع scope of knowledge مداركي ومعارفي. really I can find new ideas أفكار and a lot of information which help me to make my life better بتخلي حياتي أفضل. it gives me the chance بتديني الفرصة to think أفكر and dream أحلم. although we live in the age of computer على الرغم ان احنا عايشين في عصر الكمبيوتر the internet and there is a TV set وفي جهاز in every house we need to read books محتاجين نقرا which are easier to carry أسهل في الحمل and move with us everywhere and every time. try to read a book حاول تقرا كتاب in the shade في ظل
tree شجرة in a garden or field أو في حقل. and I am sure you will enjoy it وأنا متأكد أنت تستمتع بذلك very much. Also you can go to a public library مكتبة عامة where you can read about various branches ممكن تقرأ في فروع various اللي هي different مختلفة of science في العلوم and knowledge اللي هي المعرفة. أول نقطة بقى طبعا في القطعة بالاختيارات بيقول لي people prefer watching TV. اللي بيشوفوا التلفزيون ورا هم كاتبين a lot of يعني كثير من تساوي a few يعني قليل مش هتنفع. many يعني كثير ويجي بعدها اسم يعد. much برضو معناها كثير ويجي بعدها اسم يعد. لا يعد سوري little طبعا معناها قليل. طيب هنا طبعا ايه هنستبعد الايه هنستبعد احنا الإجابة دي طبعا خالص ودي. طيب هنا many يجي بعدها يعد. البيبل طبعا اسم جمع يبقى طبعا هنقول many people. The underlined word it refers to كلمة it اللي قريناها في القطعة بتشير لإيه؟ reading a book the field الحقل the garden the shade طبعا reading book. give the chance to think and dream بتدينا فرصة إن احنا نفكر ونحلم. watching TV تلفزيون لأ. reading القراءة sitting under a tree walking طبعا القراءة اللي هي reading. when can you read books when يعني متى نستطيع القراءة؟ يلا نجيبها من القطعة. لو جينا كده في القطعة في السطر الأولاني هتلاقي we can read books when we are alone or have free time. دي إجابة طبعا النقطة رقم 4 لما يكون عندنا وقت فراغ. السؤال اللي بعده بيقول لي why is reading useful and important ليه مفيدة ومهمة. طب دي القطعة كلها طبعا عندي طبعا هنا هو قال هنا because السبب اللي بيخليه يحب القراءة witness my scope of knowledge ماشي find new ideas and a lot of information which help me to make my life better gives me the chance to think and dream. كل دي طبعا فوائد القراءة يعني ده كله ينفع يتكتب في السؤال رقم 5. بعد كده هنا عندي بيقول لي ايه where يعني أين can you read book أين نستطيع نحن نقرأ كتاب. لو رجعنا للقطع هنلاقي برضه ممكن نقول everywhere في كل مكان. ممكن نقول مثلا in a shade of a tree في ظل شجرة in a garden or a field في أي مكان من الأماكن دي كلها ده كله ممكن نقرأ فيه. تمام. وممكن go to public library ممكن نروح مكتبة عامة. كل الكلام ده ينفع برضه في إجابة السؤال ده. قطعة سهلة جدا وبسيطة وأسئلتها واضحة. بعد كده عندي سؤال choose a or an is a person هو شخص whose job is to change the way people do things in society يغير طريقة تفكير الناس في المجتمع. campaigner المناضل زي مجدي عبد السيد. organizer منظم. engineer مهندس. teacher مدرس طبعا ده يا جماعة اللي هو الكامبينر. بعد كده بيقول لي pieces of wood قطع خشب that are put together so they can float يطفو on water are called ship raft train plane طبعا ده اللي هو القارب صنع يده واللي هو مين الرافت. the antonym يعني مضاد. awake اللي هو مستيقظ. aware واعي. asleep نايم. conscious واعي. alive على قيد الحياة طبعا asleep جملة مشهورة وسهلة خالص. بعد كده بيقول لي the suffix الخاتمة gives a noun from the verb achieve يبقى noun ازاي est tion shp meant طبعا achievement اللي هو إنجاز. بعد كده بيقول لي مستر ماهر is elderly كبير because he's 90. the word elderly means elderly معناها ايه old كبير young صغير rich غني poor فقير طبعا old. بعد كده بيقول لي a passenger المسافر travels by train. the word passenger اللي هو المسافر means ايه معنى passenger بقى driver سواق officer ضابط traveler رحالة طبعا pilot طيار أو مسافر طبعا traveler هو مسافر إنما pilot معناها طيار. بعد كده عندي correct تصحيح الخطأ he doesn't go to school at Friday أيام الأسبوع بتاخد on. the bus to Alex leaves the station الوحدة الأولى المواعيد بنضيف s. it's good to buy things in shop than في than يبقى better than. I visit him last week ده الماضي من visited. I have ever traveled by plane طبعا ever هتبقى مين هتبقى never وممكن عادي ممكن أقول already I have never traveled I have already traveled by plane. بعد كده عايزين 110 word a short story قصة قصيرة about something that happened in your life حاجة حصلت في حياتنا. يلا كده نشوف short story a short story on a happy event مثلا حاجة كويسة happened to me. I had an experience I will never forget حاجة عمري ما أنساها. I will like it walking in the fields on my own بحب أتمشى في الحقول لوحدي. My mother used to advise me not to do so ماما كانت بتنصحني ما أعملش كده.
but I thought I was right. One day I was alone in a faraway part of the field. كنت في جزء بعيد لوحدي. It was very early in the morning. في الصبح بدري. And there weren't so many farmers there. ما كانش في فلاحين. Suddenly I saw a group of 5 or 6 large dogs in front of me. 5-6 كده ايه كلاب قدامي. أو كالعادة أنا مش خايف منهم أهو. I wasn't afraid at all. ما كنتش خايف. When the dogs got near to me لما قربوا I wasn't afraid and I was stand still. ولسه مكاني. After a minute بعديها the dogs moved away. مشوا بعيد. To my surprise لدهشتي I was being watched by the field owner. أنا طلعت إن في حد شايفني اللي هو صاحب الأرض. He asked the workers to come. طلب من العامل إنه يجي and asked me to come to his house وراح عنده البيت. When I met him he was happy. كان سعيد that I was brave إن أنا شجاع. and they gave me some beautiful presents. واداني هدية جميلة for both my parents and me. لبابا وماما وليا. وبكده نكون وصلنا لنهاية امتحان أولادنا في الخارج. بالتوفيق لكل الطلبة. انتظرونا في محافظات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.